التفاصيل اللي هتسمعوها دي مش هتسمعوها الا عندنا، ونحن اليوم الاثنين الاول من ابريل عام 2013. التفاصيل دي مش هتسمعوها الا عندنا فقط لا غير. كل المعلومات، كل الاسرار فقط لا غير حول قصه محمد بركات وتوقيعه رسميا امس في منزل السيد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك. عمال اقول لكم الاثنين الاول من ابريل عام 2013. طب اقول ايه تاني؟ يعني بدات الحلقه الاثنين الاول من ابريل عام 2013، وكل اول ابريل من ساعه ما كنت في دريم لازم اقول لكم واحده شديده. وادي الصوره بتاعت عمرو الجنايني اللي بعتها لنا خصيصا. هتكملوا بقى، نرجع دي انجي توفيق اللي بعتها لنا احمد عيد عبد الملك. وانا عمال اقول لكم وقع في بيت ممدوح عباس. اتنقل امتى؟ ادي شفت الفوتوشوب ممكن يعمل ايه؟ ممكن يودي في 60 داهيه. وشلنا الدكتور عبد الله جورج سعد، وحطينا وش بركات بدلا من وش احمد عيد عبد الملك، وحتى باينه شكلها كده باين. واحد بيبدا الحلقه بيقول لكم الاثنين الاول من ابريل عام 2013. فكل سنه لازم نعمل لكم واحده. السنه اللي فاتت كانت شيكابالا وكان معانا الكابتن عادل القيعي. لكن الحقيقه اللي يستاهل، اللي يعني اولا الفكره دي فكره زميلي احمد صلاح درويش في الفجر، عشان اكون امين يعني. انا بحب ادي لكل دي حقه يعني. وانجي توفيق اللي ركبت لنا الصوره بتاعت بركات على وش احمد عيد، كل ده في ثواني يعني. بس اللي يستاهل اوسكار هو عمرو الجنايني. عمرو الجنايني كانه يعني بقاله سنين بيخطط وقال لك ده حلمه وده كان من ايام ايه. تستاهل اوسكار يا عموره والله. والله العظيم ثلاثة أول مرة أكذب وحياة ربنا. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت جرجرت رجلي وحياة ربنا أول مرة أكذب، والله ما حد يزعل مني. إيه تليفونك اتهرى ولا إيه؟ لا أنا صوتي راح، أنت مش شايف صوتي عامل إزاي؟ لا والله أنا بس عايز أقول للناس كلها كل سنة وأنتم طيبين، سواء جمهور الأهلي أو جمهور نادي الزمالك. يعني بس بنقول لكم بنفتكر الحاجات الجميله بتاع زمان ونخرج من الجو الثقيل اللي احنا فيه. ايوه. ده نمره واحد. نمره اثنين، انا عايز اقول على حاجه مهمه جدا. على والله الاتفاق اللي هو الجنتلمان اجريمنت اللي معمول لا زال ساري. لا حد من الزمالك هياخد من الاهلي ولا حد من الاهلي هياخد من الزمالك. خلاص يعني ده نهائي، جواب نهائي يعني. جواب نهائي، والنبي ما حد يزعل مني، انا بتاسف جدا. لا انتوا طيبين. الناس مبسوطه جدا. اشكرك يا عموره والله، كتر خيرك يعني. عشت معانا في الجو بشكل حلو يعني. خايف تقدم مكاننا بعد كده. ربنا يخليك يا رب. لا ما حدش يقدر ياخد مكان. الله يخليك استاذ عمرو الجنايني، اشكرك شكرا جزيلا. اتشتمت قد ايه يا ابراهيم بقى على الرسائل؟ لا يعني انا اصلا ماسك نفسي بالعافيه. والله ماسك نفسي بالعافيه يعني. بس ده دلوقتي بقى هيحصل انفجار بقى دلوقتي حالا يعني. يعني ممكن بعد تطلع فاصل حضرتك تطلع ما تلاقينيش من اللي هيحصل دلوقتي. رسائل كتير جدا. هو في الاول خليني اقول ايه، مع البدايه مع الوهله الاولانيه الناس بدات تبعت لنا الحقيقه الرسائل ايه اللي هو لا دي كدبه ابريل. كدبه ابريل مفقوسه قوي بقى، ما تطولوش بقى. بعدين ايه، طول ما الوقت ما بيزيد انا ببص للمعدل بتاع الرسائل بتتبعت كتير جدا، حتى كمان تعليقات على الفيسبوك وعلى تويتر. الناس من ايه، من مرحله اللي هو ايه يعني متيقنين ان هي كدبه ابريل لمرحله ايه، لا بقى قول بطلوا تهريج بقى يعني، ما لا مش كده يعني. وبعدين مكالمه بقى الاستاذ عمرو الجنايني خلاص بقى يعني قفلت الموضوع. فهتلاقي بقى مواقع كتير نقلا عن احمد شوبير، عن كرة النهارده، عن الاستاذ عمرو الجنايني، انه خلاص بركات وقع في النادي الزمالك. والدنيا كتير جدا ناس بعتت لنا، والناس بقت تبعت بقى اللي هو والنبي يا جماعه قولوا الحقيقه.